بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وربنا طبعا يكون في عونكم وفي عوننا على الحر، الجو الفظيع اللي احنا فيه. ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب، ويكرمنا بنسمة هوا كده تفرج عننا. بجد الدنيا حر جدا، انا حتى وانا بسجل طبعا بضطر ان انا اقفل المروحه عشان الصوت، لكن انا مش قادره فعلا اقفلها لان انا هفطس لو قفلتها. النهارده هنعمل ان شاء الله أكلة سهلة برضو من بتاعة الصيف وبيحبها الأولاد جدا، بتاعة المطاعم وبيطلبوها بره. طبق ده غالي جدا في كل المطاعم، لو طلبتيه هيبقى هتدفعي مبلغ وقدره يعني، مع انه هو مفيهوش اي حاجة وبتبقى حاجة سهلة جدا وكلها في حلة واحدة. فهنشوف دلوقتي ايه اللي هنعمله. بس بننضف المطبخ طبعا، ننضف المواعين ونشيل الأطباق عشان خاطر يبقى شكل الدنيا حوالينا جميلة وهادية وتعرفي تعملي براحتك. المواعين طبعا دي احلى حاجه، انا بحب المواعين جدا على فكره، وبحب اغسلها وبحب اشوف انتاجي كده لما اخلص المواعين واشوف الحوض فاضي ونروق كده. فانا فعلا بخلص واقعد اتفرج على الحوض وهو جميل كده. فهنخلص الاطباق والمواعين ونبتدي بقى في الاكله. هي أكلة حلوة وبتبقى على فكرة فيها كل ال- القيم الغذائية، مش تحتاجي تعملي جنبها أي حاجة، اللي هي المكرونة بالصوص الأبيض والفراخ. طبعا احنا ممكن نعملها بالفراخ، ممكن نعملها بالمشروم، وممكن نعملها بال بالجمبري. بتبقى حلوة جدا بالثلاث حاجات. انا عن نفسي بحبها بالجمبري اكتر حاجة. هي بتبقى بالثلاث حاجات طعمها في منتهى الجمال قوي قوي. احنا هنبتديها دلوقتي وهنشوف انها سهلة جدا ومش بتاخد لا مجهود ولا تكلفة، بحق ما هما فعلا بياخدوها حقها في المطاعم، بتبقى غالية، طبق غالي جدا يعني. احنا هنبتدي نعملها النهاردة ان شاء الله مع بعض، وبعد كده مش هتضطري تجيبيها خالص من بره، ولا هتضطروا ان احنا نقعد نطلبها من بره. احنا دلوقتي هنستخدم فيها برضو فص صدر فرخة، يعني هي مش بتحتاج صدر كامل، بتحتاج فص بتاع الصدر. انا طبعا بجيبه واقلب نص بشوية، بس بيبقى حلو جدا وما بتجيبيه في البيت على بعضه وتقطعيه، بيبقى فيه بركة جميلة جدا والله، وبيكفي وبيزيد كمان. احنا هنخلص نقول الاطباق وهنخش بقى على المكرونه. دلوقتي احنا حاطين الميه اصلا تسخن، الميه خلصت فحطيت المكرونه، حطيت كيس الا ربع كيلو الا ربع مكرونه اقلام او الفرن. هي طبعا ممكن تعملي اقل من كده، هي فاض مني، بس حسب ما انت عدد افراد اسرتك شوفي كام وبتحط المكرونه. وبعدين جبنا فص الصدر الفرخه اهوت وقطعناه. احنا هنقطعه زي الشاورما بس اطخن شويه علشان يبان في طبق المكرونه، بس هنقطعه طويل طبعا شبه المكرونه عشان يبقى كله زي بعضه. ودول فصين توم قشرناهم، وده مكعب مرق. احنا هنحط توم فيها، هتبقى طعمها زي الالفريدو بالظبط، نوع كده من المكرونه بيتباع في المطاعم غالي جدا. بس هو بيديها طعم جميل جدا على فكره. التوم ده احنا حطينا هنا السمنه، وهنحط فيها الفراخ المتقطعه، وجربيها حقيقي بمعلقة التوم دي هتفرق جدا. هو فص او فصين بالكتير قوي يعني، مش بيبقى اكتر من كده. لو فص كبير تمام، أو فص وسط تعملي فصين بس تدقيهم وتحطيهم عادي في السمنة. دلوقتي هنشوف هنحطهم ازاي. احنا حطينا هنا الفراخ، حطينا ملح وفلفل اسمر، وهنقلبها شوية ونسيبها هي هتنزل ميتها وتشربها فهتستوي. بعد كده بنطلعها في طبق، وهو يحط التوم ده اللي انتوا شايفينه ده، يجيب معلقة توم صغيرة. ونحطها أول ما تشمي ريحتها. بنحط الدقيق، هنا حطينا تقريبا أربع معالق دقيق من بتاعة الأكل العادية. دي كافية جدا تعملك كمية كبيرة بالبشاميل، من الصوص الأبيض يعني. لأنه هو بيبقى خفيف، بيبقى أخف من البشاميل، فالكمية دي هتعمل لك كمية كبيرة. أنا هنا نقلتها علشان خاطر أنا هعمل كمية، هتبقى الكمية كبيرة فمش تنفع تتقلب في الطاسة دي، فقلبتها في الحلة وزودت لها حتة سمنة علشان خاطر كانت كده السمنة قليلة، فاحنا زودت لها شوية سمنة وحطيتها تاني على النار. هي هوريكم شكلها دلوقتي. هو المفروض يبقى سايب يعني الدقيق او كده سايب، ما كانش مكتل زي ما كان الاول. اول ما نشم ريحه الدقيق يبقى الدقيق استوى كده. ما نحطهاش طبعا الدقيق ني، بيبقى طعمها وحش، بنحس بطعم الدقيق الني.
وهنا من أول ما تستوي الدقيق بنحط اللبن. أنا باحط نص كمية لبن ونص كمية مية، لأن أنا باللبن بس بتبقى تقيلة جدا على فكرة، متبقاش حلوة، وبرده بكريمة الطبخ بتبقى تقيلة قوي ملهاش لازمة وغالية قوي. بتحطي كمية اهي بحط مية، بزود مية لحد بقى ما نشوف القوام بتاعها. اما تغلي تبقى ازاي، لان هتفضل تتقل طبعا طول ما هي على النار. هنا بنحط مكعب المرق ونقلب. اهم حاجه تقلبي كويس جدا عشان ما تلزقش. انا زودت كمان ميه علشان لسه القوام بتاعها كان تقيل. احنا بنخففها شويه بحيث اما تبرد هتتقل شويه يعني عن القوام اللي انت عاملاه. بنحط طبعا الملح والفلفل الاسمر ونظبطها يعني وندوقها وكده، فحدقها يبقى كويس. وبعد كده بنرجع فيها الفراخ تاني ونقلبها. اول ما تبتدي تغلي تعمل بقبقه كده بنطفيها طبعا ونحطها على جنب. وتكون طبعا البوتاجاز بدأت تغلي زي ما شفتوا كده. نصفي المكرونة كويس، وبعد كده بنحطها على البشاميل ده ونقلبها كويس قوي ونغرفها في الأطباق، وهتبقى في منتهى الجمال فعلا. ولو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. يعني طبعا هي كمان أسهل من البشاميل. انت ممكن تحطي كمان، نسيت أقولك إن في الصوص الأبيض ممكن تحطي كبشة كده جبنة تركي أو جبنة موتزاريلا زي ما انت عايزه، وهي هتبقى في منتهى الجمال. الشكل وطعمها رائع، والثوم بيفرق جدا وبيغير طعمها خالص. جربيها وهتدعيلي وان شاء الله هتعجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.